عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نعمل مع بعضنا رفيسة بالتمر بالخبز الملاوي تعمل 66 كيف بالنعلمية نودكم ولا نشهيكم. نتعدوا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير، اما قبل كل شيء ما تنسوش باش تشجعوني باللي جيم ولي كومنتير وتعملوا بارطاج الفيديو. اول حاجه باش نبداو بها باش نبداو نحضروا الخبز الملاوي. دونك لتحضير الخبز الملاوي باش نستحقوا الكيلو سميد رطب. يلزم السميد اللي يكون اكسترا فين، مهم برشا. يلزمكم تستعملوا نوع نتاع سميد اللي يكون ارطب واحد في السوق. دونك نستحقوا الكيلو سميد رطب، دونك سمول اكسترا فين. وباش نستحقوا المغرفه ملح، والملح يبقى ديما حسب الذوق. هنا انا استعملت دونك مغرفه كبيره ملح. وباش نستحقوا للماء، والماء عندكم ميزانكم على خاطر كل نوعيه سميد كيفاش تشرب. انا باش نعطيكم من بعد الكميه في الاخر، لكن انتم عندكم ميزانكم على خاطر كل نوع سميد كيفاش يشرب. وباش نستحقوا تقريبا كاس كبير زيت زيتونه والا زيت نباتي المتوفر عندكم. الزيت هذاك باش نحلوا به من بعد خبز الملاوي. للتحضير الخبز الملاوي عمليه سهله وما فيها حتى شيء. ناخذوا قصعه تكون واسعه شويه، نصبوا فيها الكميه الكل نتاع السميد، نزيدوا عليهم الملح، وباش نبدوا نزيدوا الماء بشوي بشوي لين نتحصلوا على عجينه تكون طريه ومتماسكه. خبز الملاوي راهو يحب له العجنان، دونك مهم برشا يلزمكم تعجنوه مليح مليح باش هكاك الخبز من بعد يجيك مطري وما يجيكمش يابس. وزاده يلزمكم تستعملوا نوعيه السميد اللي تكون من جوده باهيه. دونك حاولوا يعني تخيروا السميد اللي يكون رقيق برشا، يعني الاكسترا فين، ويكون زاده من جوده باهيه. لأنا كيف ما تشوفوا دونك بديت نزيد في الماء بشوي بشوي لين تلمت معي العجينه كيف ما تشوفوا فيها بالضبط. وباش نبدي نعجنها مليح مليح على الاقل لمده 10 دقائق كاملين. ملاحظة مهمة برشا، سر نجاح وصفة الخبز الملاوي هو راهو العجنان. أكثر ما تعجنوا العجينة بالباهي أكثر ما من بعد الخبز الملاوي يجيكم طري ومورق وما يبسش. دونك مهم برشا يلزمكم تعجنوه بالكدا بالكدا لين العجينة يتبدل اللون نتاعو وما تبقاش لونها مستصفر وتولي بيضة. ودوبا ما تحسوا بإلي العجينة شاحت من الماء تزيدوا لها الماء لكن بكميات صغيرة، وتكملوا تعجنوها مليح مليح لين تحصلوا على العجينة تكون طرية وتتلصق شوي في اليدين. وكيف ما قلت لكم سر نجاح وصفة الخبز الملاوي هو العجنان. اكثر ما تعجنوه بالباهي اكثر ما من بعد الخبز يجيكم بنين. وبالطبيعه اللي متوفر عندها العجانه تنجم تعجنها في العجانه الخبز، ويعني والطريقه هي ماهوش باش يتبدل منها حتى شيء. دونك تنجموا تعملوها في العجانه والا بيجيك. انا الحقيقه راهي متوفره عندي العجانه، اما حبيت نعملها بدايه باش هكاكا الناس الكل تتشجع وتجرب الوصفه. نكمل نعجن العجينه نتاعتي بنفس الطريقه اللي نتحصل على عجينه تكون طريه وتتلصق في اليدين. والكميه الماء اللي استعملتها انا استعملت بالضبط على كيلو سميد راني استعملت 750 مليلتر ماء، والماء راهو بارد ماهوش سخون وماهوش دافي. لهنا بعد ما كملت عجنت العجينه نتاعتي كيف ما تشوفوا مشروط برك الله عجينه طريه ويلزمها تتلصق شوي في اليدين. دونك هذا القوام يلزمكم تحصلوا عليه، يلزمها العجينه تكون مخدومه بالباهي ويلزمها تكون طريه كيف من هكاك بالضبط. بعد ما كملت عجنت العجينه نتاعتي باش نرجعها للطبق وباش ندهنها بشويه زيت باش هكاك نضمن اني ماهيش باش تعمل لك القشره الخايبه اللي تبدا فوق من العجينه. وباش نغطي عليها ببلاستيك غذائي ومن بعد منديله ونخليها ترتاح على الاقل لمده ساعه. اكثر ما تخلوا العجينه ترتاح اكثر ما تطوعكم من بعد في الخدمه. دونك نغطيو عليها ببلاستيك غذائي ومن بعد منديله، والمنديله لازم تكون نظيفه، ونخلوها ترتاح على الاقل لمده ساعه كامله. بعد ساعة من الزمان رجعت العجينة متاعي كيف ما تشوفوا العجينة ارتاحت بالباهي. للأمانة خليتها ترتاح لمدة ساعة كاملة. دونك نحيو عليها الغطاء وباش نوريكم القوام متاعها. دونك هذا القوام متاعها من بعد ما ارتاحت مشروع تبارك العجينة تبارك مخدومة بالباهي طرية إلاستيك ما شاء الله وتبارك. دونك هذا القوام يلزمكم تحصلوا عليه من بعد ما العجينة ما ترتاح. من بعد باش نقسموها إلى قطع ونكعبروهم كيف ما تشوفوا الفيديو انتم والكبر اللي تحبوا عليه. أنا الحقيقة باش نعملهم دونك كعبات صغار بما أنه باش انا باش نستعملهم يعني في الرفيسه. وانتم اذا تحبوهم كعبات ملاوي يجيكم كبار بالطبيعه باش تعملوا الكويرات يلزمهم يكونوا كبار. انا باش نقسم على 10 قطع صغار، وانتم اذا تحبوا تنجموا تعملوا جوست مثلا 7 والا 6 كعبات ملاوي بالحجم الكبير. دونك نقسموا العجينه ونكعبروها بنفس الطريقه اللي نكملوا الكميه الكل نتاع العجينه اللي عندنا. بالحق انا نقسم في العجينه وهي راهي مشروع تبارك الله طريه تشره ما شاء الله. بالحق اللي مش مستانسه تعجن العجينه ملاوي بسميد تجربها المره هذه وتفكرني. بالحق راهي وصفه ناجحه ومضمونه 100% وتنجح من اول مره. بعد ما كملت كعبرت الكميه الكل نتاع العجينه اللي عندي باش نغمهم بالباهي بالزيت. مهم برشا يلزمكم تدهنوهم بالباهي بالزيت باش هكاك تضمنوا ان العجينه ماهيش باش تشيح. وبالطبيعه ما لازمكمش تنسوا باش تغطوها بالبابي سولوفان والا بمنديله نظيفه باش هكاك تضمنوا ان العجينه ماهيش باش تشيح.
دونك نغموهم بالباهي بالزيت، ومن بعد باش ناخذوا اول كعبوره بدينا بها وباش نبداو نحلوا العجينه، ويلزمنا ديما نستعملوا الزيت. دونك نحلوها في مرحله اولى بشكل دائري كيف من هكاكا لين تولي ترانسبارونت بالباهي. دونك تحلوها بالكدا بالكدا خاصه من الجناب، وكل مره تزيدوا الزيت، وبالطبيعه كيف ما قلت لكم الزيت تنجم تستعملوا زيت نباتي اذا مش متوفر عندكم زيت زيتونه، والا تنجموا تخلطوا ما بيناتهم الزوز. بعد ما حليت العجينه باش نطويها على 4 كيف ما تشوفوا الفيديو بالضبط، عمليه سهله وواضحه وما فيها حتى شيء. ومن بعد ما كملت تطويتها باش نحطها على جنب ونحل كعبه اخرى، وديما نبدو باول كعبه بدينا بها واللي من بعد. دونك نحلوها بالباهي كيف من هكا كيف ما تشوفوا الفيديو لين يعني لين لو بلان ترافاي يبان اترافير. دونك وديما نعاونوا روحنا بالزيت باش هكاكا تتحل بالباهي. هي مشروع تبارك الله، كثر ما العجينه ما مخدومه بالباهي ومرتاحه في حقها راهي باش تمشي معاكم بسهوله، ماهيش باش تعذبكم. بعد ما حليتها دونك طويتها على 4 كيف ما تشوفوا الفيديو، وباش نحط على جنب ونكمل نحل معاكم كعبه اخرى باش هكاكا تفهموا العمليه كيفاش. دونك ناخذ شويه زيت ونحطوا عليهم الكعبوره نتاعت العجينه ونحلوها بالباهي لين يعني سطح العمل يبان عليها، ومن بعد باش نطويوها على 4. وديما يلزمنا نعاون روحنا بالزيت. كيف تكون العجينه مخدومه بالباهي وخذت وقتها في الراحه راهي ماهيش باش تعذبكم وقت ما تخدموها. دونك المهم برشا يلزمكم تعجنوا العجينه بالباهي وتخلوها ترتاح بالباهي باش هكاكا تطوعكم وقت ما تخدموها، وقت ما تجوا تشكلوها. لهنا بعد ما كملت شكلت الكعبه هذه باش نحط على جنب ونكمل نشكل الكعبات الكل اللي عندي بنفس الطريقه، عمليه سهله وواضحه وما فيها حتى شيء. بعد ما كملت شكلت الكعبات الكل اللي عندي كيف ما تشوفوا الفيديو، دونك كل شكلتهم وغطيتهم بالبلاستيك غذائي باش ناخذ شويه زيت وباش نحل فيه اول كعبه بديت بها، يعني اول كعبه شكلتها. ملاحظه مهمه برشا، ما تنسوش باش تحطوا الطاجين والا المقله تسخن على نار تكون متوسطه، مهم برشا يلزمكم الطاجين يكون سخون بالكدا بالكدا. هنا كيف ما تشوفوا انا نحل في العجينه نتاعتي، دونك ما تخلوهاش خشينه برشا وما يلزمكمش زاده ترقوا فيها برشا، سينو راهي من بعد كعبه ملاوي باش تجيكم يابسه. دونك نحلوها على شكل كاري كيف ما تشوفوا، عمليه سهله وما فيها حتى شيء. كيف ما قلت لكم بما انه العجينه مخدومه بالباهي ماهيش باش تعذبكم في الوقت ما تخدموها. بعد ما حليتها باش نهزها ونطيبها في طاجين يكون سخون وعلى نار متوسطه، وحاولوا استويوها هكاكا باش هكاكا تجيكم مزيان. ومن بعد ما تستويوها بالباهي دونك اقلبوها تو سويت ابخي، ما تخلوهاش لين تحمر من الوجه هذاك ومن بعد تقلبوها. دونك يلزمكم ديما تقلبوها لين تحمر من الشيرات الكل وتطيب وتاخذ لون مزيان. وهذه اول كعبه ملاوي بعد ما طابت كيف ما تشوفوا طابت في حقها، تحمرت بالباهي. باش نحاها من الطاجين ونحطها في منديله تكون نظيفه ونغطي عليها مليح مليح باش هكاكا ما تشمش الهواء وما تيبسش. ومن بعد باش نجيب الكعبه الثانيه اللي سبق وحليتها بنفس الطريقه اللي سبق وشفتها في الفيديو ونطيبوها على نار متوسطه، والطاجين يلزم يكون سخون بالباهي ونقلبوها كل مره باش هكاكا تطيب من الشيرات الكل وما تتحركش وما تتلكعش. مهم برشا يلزمكم ديما تطيبوا الملاوي على نار متوسطه باش هكاكا تطيب في عقلها وما تتحركش وتبقى نيه من داخل. وهذه الكعبة الثانية بعد ما كملت طيبتها كيف ما تشوفوا طابت في حقها، تحمرت من الشيرات الكل باش نحطها في المنديلة ونكمل نطيب الكعبات الكل اللي عندي بنفس الطريقة. ويلزمكم ديما تحطهم في منديلة باش هكاكا الخبزات الملاوي ما يشيحوش وما يبسوش. هذوما كعبات الملاوي بعد ما كملت طيبتهم كيف ما تشوفوا طابوا في حقهم، تحمروا بالباهي، جو طريين وشوشين يذوبوا ذوبان في الفم. بالحق كيف ما تشوفوا نطويها نكسرها تبقى ديما طريه وما يجرى لها حتى شيء. اللي مش مستانس يطيب الملاوي بالسميد يجربها المره هذه ويتفكرني وما يزيد فيها حتى اضافات، جوست يستعمل سميد وماء وملح وهكا هو ويتفكرني.
بعد ما طيبنا الملاوي دونك باش نتعدوا نحضروا الرفيسه. بعد ما طيبنا الملاوي دونك باش نتعدوا نحضروا الرفيسه. دونك الرفيسه تاخذوا الكميه اللي تحبوا عليها من الخبز الملاوي. انا باش ناخذ تقريبا 6 خبزات ملاوي باش نقصهم الكل بنفس الطريقه اللي تشوفوا في الفيديو. دونك حاولوا قصوهم يكونوا قطع جويدين شويه، ما يلزموش يكونوا دي مقصو كبار برشا. وتنجموا بالطبيعه تقصوها بالمقص اذا انتم يعني تحبوا تقصوا بالمقص، يكون اسهل لكم واسرع. ونكملوا نقصوا الكميه الكل اللي عنا بنفس الطريقه، عمليه سهله واضحه وما فيها حتى شيء. من بعد ما كملت قسمت الخبيزات الكل اللي عندي، كيف ما قلت لكم انا استعملت ما شاء الله يعني 6 خبزات ملاوي. باش نزيد عليهم تقريبا 200 جرام تمر، وتكونوا منظفينه بالباء يعني تمسحوه ما تغسلوشه، وتقسموه على شكل مكعبات كيف من هكاكا. وبالطبيعه تستعملوا التمر المتوفر عندكم والموجود عندكم في الدار. دونك المهم يلزمكم تمسحوه بالباهي، ما يلزمكوش تغسلوه، ولا كان تغسلوا تمره باش يقراص. ومن بعد باش نزيد عليه شويه فاكهه، وبالطبيعه تنجموا تستغناو عليه اذا مش متوفر عندكم. انا لهنا باش نستعمل شويه بفريوه محمره ومهروشه، وباش نزيد عليها شويه لوز يكون مقصوص شرائح كيف من هكاكا، وباش نزيد عليهم شويه فستق مهروش. وكيف ما قلت لكم الفاكهه تنجموا تستغناو عليها، وتنجموا جوج تستعملوا كان اللوز والا كان البفريوه، والا كيف ما قلت لكم تنجموا تستغناو عليها كومبليتوم وتعملوا رفيسه كان بالتمر هكا هو بالحق، حتى بالتمر تجي بنينه. من بعد باش نزيد عليهم تقريبا 3 مغارف كبار زيت زيتونه، وباش نزيد عليهم شويه عسل. وبالطبيعه العسل اذا مش متوفر عندكم تنجموا تستغنوا عليه وتحطوا في بلاصتو السكر، اما راهي بالعسل تجي ابان برشا من كيف نعملوها بالسكر. دونك نزيدوا عليها تقريبا 3 4 مغارف كبار عسل. بعد ما كملت زدت المكونات الكل في المرحله هذه باش نبدي نرفس رفيسه. هي وعلاش نسموها رفيسه؟ على خاطرنا نرفسوها يعني نعجنوها كيف من هكاك. دونك يلزمكم ترفسوها بالكدا بالكدا باش المكونات الكل تدخل في بعضها وتتجانس الكل مع بعضها. دونك مهم برشا يلزمكم ترفسوها بالكدا بالكدا باش المكونات الكل تدخل في بعضها وتجيكم من بعد رفيسه بنينه وفاوحه. وهذه الرفيسه متاعتي بعد ما كملت رفستها كيف ما تشوفوا المكونات الكل داخلت في بعضها. من بعد باش نحطها في طبق التقديم، ومن بعد قدموها كيف ما تحبوا كيف ما تشتوا. دونك هذه الرفيسه متاعتي كيف ما تشوفوا فيها زدت عليها شويه عسل، وباش نزيد عليها شويه فستق. جت رفيسه بنه عالميه، على قد ما نحكي لكم على البنه وشويه بالحق راهي جت بنينه فاوحه ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه نتاع اليوم تجربوها، واذا جربتوها ما تنسوش باش تبعثوا لي تطبيقاتكم على الباج انستغرام كويزين سلوى. تو بقى لي باش نقول لكم بالسلامه.